السلام عليكم الغوالي والاعزاء جمهور العالمي، تحياتنا لكم وربي يحفظكم ويسلم اموركم يا رب. طبعا اليوم جايب لكم اكله من مطعم، تعالوا شوفوا، خلينا نفتح الاكله وراح تعرفون ما لي مطعم. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبلش بفتحانا. خلينا نشوف، لان الناس بصراحه جاي تحكي وتسولف على اسعار هذا المطعم وجاي تحكي شغلات ما لها داعي. خلينا نشوف ونقرر إن كان يستحق هذا المطعم أن واحد يروح ويجي عليه أم لا. رغيفين خبز، مقبلات، 3 فاصوليا، دجاجة مشوية على تمة. تعال، أكيد نصكم عرف هاي الدجاجة منها. يا عيني، دجاجة، مقبلات، فاصوليا وطاوة ورغيفين خبز، دجاج عمر النقاش. نبلش. صلوا على الحبيب محمد وآل محمد، وهم بطريقكم لايكاتكم، وخلي نشوف الطعمة ونشوف نكهتها والبهارات اللي بيها شو مخلي. بصراحة والله العظيم ويشهد الله على كلامي، الرجال عمر النقاش ما شايف ولا متواجه وياه ولا واقف وياه ولا أعرف أصلا منين. أعرف بس على التواصل الاجتماعي أشوفه بس جاي ينتقدون هواي من هاي الدجاجة. خلي نشوف شنو اللي بيها الدجاجة النقص. أجنحة مريدة. بسم الله الرحمن الرحيم. ونشوف دجاج الشوي على الفحم. بسم الله. صراحة حاليا البشر اللي احنا عايشين وياه، الانسان الناجح دائما نشوفوه عكس. مو انه على هالشخص هذا، لا، اي انسان اخي ما ترضى تاكل من عنده، ما ترضى تشتهي تاكل من عنده، تشوفه غالي، تشوف بيه نقص، اشتري لك كرتون دجاج واخليه بالمجمده، كل يوم اكل لك دجاجه ولا تروح المطعم. ما حد جاوبك، صح؟ مقصد الكلام لو اقول شيء خير، لو اسد هذا الاثم وما احكي. شوف الناس بحالها. انا قلت لكم قسم بالله لا شايفه ولا اعرف، قسم بالله. بس انا اللي قهرني شنو؟ وين ما تروح ناشي لك الدجاجه بلا جناح. خاطر الله وهو كاف، ما شايفين اجنحه. والله يرزق الجميع ان شاء الله. اي انسان يتعب على روحه ويشتغل ما مأذي احد، هذا حلال عليه. خليه يشتغل، يمد، يروح، يشوف حياته. بس مع الاسف على مجتمعنا هذا دور السوالف. بس اقول لكم شيء، الدجاج مو طيب، الدجاج يجنن. عارفين لانهم دجاج مرتب. حتى اقول لكم اجنحه ما بي. اليوم راح ما انام افكر بالاجنحه من الصبح الى الليل. ليش ما اكل الجناح؟ طبعا والله انا شبعان، بس عبرت من هنا قلت والله الا اجرب الدجاجه واجيبها للبيت. حتى بالمطعم ما صار، حتى الحاج يحكي ويقول يبغى المطعم. يا ويلي عليك.
الدجاجة شلون ما اسويها ما راح تصير روح الحياة، دجاجة عادية. وانما الانسان من يفتح على شيء، مو يفتح انه اصير احسن من فلان او راح اكسب مال اكثر من فلان، لا، الانسان يسوي اللي عليه بترتيبه ونظافته والباقي على الله. هذا الانسان الله يرزقه صح. هاي فاصوليا، صار لي فترة ما اكل فاصوليا، مشتاق لها. طيبة 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 طيبة. والله أنا شبعان، قلت لكم بس ناكلك. قلت إلا جرب الدجاجة وأشوف إيش بيها. كافي. الله يرزق الرجال، ما بيه شيء غلط. أجنحة بس أجنحة، أجنحة أخي والله ما أعرف. وأكو كثير مطاعم ما يدخلوا وياها أجنحة. شوي وقعت. ربي لك الحمد حتى ترضى وبعد رضا. لما شبعان كاس حقتها كلها كلمة طيبة وعاشت ايدهم، وربي يحفظهم ويرزقهم. ونصيحة من اخوكم الصغير، عوفوا الناس اللي تشتغل وجاي تمد بالاشغال والافكار الحلوة اللي جايين يسووها، عوفوا الناس بحالها. نصيحة اخوية لكل البشر، مو انه اقصد هذا والاخ والاخ والاخ، لا، عوفوا الناس بحالها افضل. فربي يحفظكم ويسهل امركم ان شاء الله. طبعا انا والله اول ما جبت هاي الدجاجه جاي تشوفون المقبلات والشغلات اللي خليناها. سعر الدجاج ب 15,000 وشوفت عينكم يعني ما شاء الله تكفي 4-5 نفرات مرتاحين. امت عليكم يا احلى جمهور بالدنيا، جمهور العالمي. باي باي، ربي يحفظكم.